كل سنة وانتم طيبين. العيد داخل علينا، وبدل ما نتغدى أول يوم فتة ورز يلا نعمل ميكس مشاوي خطير هتدمنوه بجد. سهلة قوي وكمان تحفة. يلا بينا نخش على الوصفة. بجد مش قادرة اوصفها لكم، اوعدكم بعد الفيديو ده هتجربوها مش هتبطلوها. معايا اول تتبيلة نص كيلو من الكبدة، حطيت له معلقتين من الخل، نص معلقة من الثوم، نص معلقة من هريسة الشطة. وبعد كده زودت لهم بقى ايه معلقتين من الخل كده حلوين، على ربع معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الكمون، عصير ليمونة كاملة، والملح ده حسب مزاجك. قلبت الكلام الجميل ده كله وسبته يتبل براحته تماما على جنب. تقدري تسيبيه ساعة ساعتين او تقدري تبيتيه كمان. بعد كده الكفتة بتاعتي نص كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت لها 100 جرام من اللية ودي مهمة جدا، وبصلاية كبيرة مبشورة وعصراها واخدة ميتها. بعد كده بقدونس وده اختياري، الملح بتاعي، ودي التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا مش اكتر من كده، وجوز الطيب. انا بحس الكفتة يا جماعة مش محتاجة توابل عشان احس بطعم اللحم. تمام. حطيت التوابل وقلبت الكلام الجميل ده كله مع بعضه وسبتها برضو ترتاح شوية. هجيب بقى الخضار الجميل بتاعي وقطعته زي ما انتوا شايفين، فلفل وطماطم وبصل، والشطة طبعا لو بتحبي الاكل مشطشط، وبصراحة الاكلة دي تحب انها تبقى مشطشطة كده. قطعت الخضار بتاعي جوليان زي ما انتوا شايفين، وركنته على جنب عشان يبقى جاهز معايا واوفر وقت. بعد كده طلعت نص كيلو من السجق، سبته يرتاح شوية قبل التقطيع. تمام تمام. جيت بقى على الكبدة بتاعتي على مية البصل اللي انا طلعتها من البصل، وبدأت كده ايه ابل ايدي واصبع الكفتة بالحجم ده، ايوه الحجم ده عشان يدينا كده احساس سندوتشات الشارع. تمام تمام. خلاص اصبع الكفتة بتاعتي، والنص كيلو من الكفتة ما شاء الله ادوني تقريبا 25 صباع كفتة من الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اصبع الكمية بتاعتي كلها وهحطها في الفريزر، او تقدري تركينيها جنبك، بس انا بصراحة حبيت احطها في الفريزر عشان لما اجي اسويها تبقى ايه حلوة ومتماسكة. هاجي بقى على الكبدة بتاعتي اللي انا سايباها تتبل، اجيب كوباية من الردة. تمام. ما احنا عايزين بقى ايه كبدة الشارع، عليها معلقة من الدقيق، نص معلقة من الكمون، رشة ملح، ربع معلقة من الثوم البودر. اقلب كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه علشان يختلط كويس. بعد كده بقى هجيب الكبدة بتاعتي، وده كان عبارة عن نص كيلو من الكبدة والقلب. هبدأ بقى ايه احطهم كويس كده في الردة واشربها ردة كويس، واحاول انضفها علشان ما تبهدليش الدقيق ويتحرق، الزيت قصدي، ويتحرق. هعمل نفس الخطوة برضو مع الكبدة، كأني بدفنها كده في الردة، وبعد كده بنضفها كويس. وهخلص الكمية بتاعتي واحطها على جنب. هجيب الطاسة بتاعتي اللي هحمر فيها الكبدة، وهحط فيها الزيت، وفي نفس الوقت هبدأ احضر الطاسات التانية. هنا طاسة للكفتة، حطيت قطعة من اللية، يا دوب ابدأ اشوح اللية كده عشان دي للكفتة، ومش قادرة اقول لكم بجد طعم الكفتة المتشوحة في اللية. هاحط بقى ايه الكبدة بتاعتي، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكفر بتاعها قوي ومتماسك. اهم حاجة تبقى النار عالية، ما وطيش النار علشان ما تطريش معايا وتبقى ناشفة ومقرمشة كده، والكفر بتاعها متماسك. ويا دوب دقيقتين واقلب على الوش التاني. ارجع بقى ايه لللية، قطع اللية خلاص احمرت ونزلت الدهون اللي فيها. ابدا بقى احط صوابع الكفتة بتاعتي ومش هحركها خالص لحد ما لونها يتغير. احط بقى عليها كده رشة من البصل، ومش قادرة اقول لكم بجد البصل المستوي مع اللية ده بيبقى طعمه خطير ازاي. اطلع الكبدة بتاعتي، وده اول دور. وبعد كده احط الدور التاني على نفس الطريقة لحد ما اخلص كمية الكبدة كلها واركنها على جنب. هاجي بقى طاسة سخنة قوي قوي، انزل فيها السجق بتاعي، يا دوب ياخد تشويحة كده، واول ما ينزل سمنته زي ما انتوا شايفين في الطاسة، انزل بقى بالخضار الجميل اللي قطعناه وركناه على جنب. ودي نص معلقة من هريسة الشطة، ودي اختياري لو بتحبي الحاجة مشطشطة يعني. هقلب الخضار مع السجق واسيب الخضار ينزل ميته تماما ويبدأ يدبل. هركنه على جنب واسيبه يستوي، وهنا النار كانت عالية، ما كنتش موطية النار على السجق. تمام تمام. هرجع بقى للكفتة بتاعتي واشوفها وصلت فين. ابدأ بقى ايه زي ما انتوا شايفين انقلها ايه على الناحية التانية، زي ما انتوا شايفين كده اتحمرت من ناحية، ابدأ اقلبها على الناحية التانية. الريحة خطيرة خطيرة خطيرة، جربيها عشان تحسي بجد بالجمال اللي انا بحكي فيه ده. تمام تمام. خلاص قلبت الكفتة، هسيبها بقى تكمل سواها، ودي اختيارية. معلقة من الصويا صوص، دي اختيارية براحتك بس بتخلي اللحمة في حتة تانية. طبعا هي أساسية هنا معايا للسجق، معلقة من الصويا صوص ومعلقتين من دبس الرمان. اوعي تستغني عنهم، جربيها واوعدك هتاكلي أجمد سجق في حياتك، أجمد من بتاع العربيات والمطاعم.
معلقة من الصويا صوص ومعلقتين من دبس الرمان بيخلّوا السجق في حتّة تانية، ما باحطش للسجق أي توابل تانية. شايفين بقى الكفتة بتاعتي كده مستوية ومتماسكة الحمد لله، ما فكِّتش ولا اتهرت ولا جرى لها أي حاجة، من غير بقى ما أحط بقسماط ولا دقيق ولا الكلام ده كله. طلّعت أول دور، هاحط بقى الدور التاني، وطبعًا البصل كان اتشوّح خلاص مش محتاجاه أطلّعه عشان ما يتحرقش. أحط الدور التاني من الكفتة واسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى هنا على السجق والعظمة، الخضار دبل وشرب مَيّته واستوى معايا وبقى جاهز. الكفتة استوت، الكبدة حمّرناها، السجق استوى، يا لهوي على الجمال! مش قادرة أوصف الريحة والطعامة والحلاوة. نبدأ بقى هنا إيه، تقدري بقى تعمليه في ساندوتشات عيش بلدي، ساندوتشات عيش فينو زي الشارع، أو برضه بلدي زي الشارع، رز بسمتي، رز عادي، مكرونة، شوفي أنتِ يا ست الكل عايزة تعمليه بإيه وتقدري تنفذيه. طبعًا ما نقدرش نستغنى عن السلطة البلدي وسلطة الطحينة، دول أهم حاجة معانا. هابدأ بقى أجيب العيش البلدي وأعمله زي ما أنتم شايفين كده مركب بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وأبدأ بقى أحضّر معاكم أول ساندويتش، ومش هاقدر أكمّل لإن إحنا كنا جعانين أوي. وطبعًا طريقة تحضيرِك للساندوتشات دي أذواق، أنا بقى بصراحة حبيت أحط كده شوية لإن أنا من عشاق الطحينة. فحبيت كده بقى إيه، أحط شوية طحينة كده تحت، وبعدين أرُص شوية من البصل اللي أنا حمّرته مع الكفتة ومع الليّة ده، أرُص شوية منه كده، وبعدين شوية بقى إيه، أرُص الكفتة. الله على الجمال! شامة الريحة؟ بجد مش قادرة أوصف لكم. كانت أكلة أنا حسيت إن أنا في كوكب تاني بجد. أحط بقى شوية كده من السلطة الخضرا اللي أنا عاملاها ومحيّقاها ومضبّطاها خل وليمون وكمون، ويعني مخلّياها رايقة، واحط بقى إيه شوية طحينة على الوش. بجد كانت رائعة، رائعة، خطيرة، أتمنى تجربوها. هاستنى رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لي follow ولايك subscribe لو على اليوتيوب. أتمنى يعجبكم، وأتمنى إن أنا أكون قدمت لكم حاجة مفيدة، وهاكون مبسوطة أكتر لو تابعتوني. باي باي.